في وسط حالة من المشاعر المتضاربة ما بين فرح وما بين حزن، ما بين قهر، ما بين احتفال بسبب قرب انتقال أحمد سيد زيزو للنادي الأهلي، يجي الزمالك يخسر ويخرج من الكونفدرالية في ربع النهائي وخسارة في ملعبه. خسارة طبعا مليون في المية غير متوقعة من فريق مغمور. ودايما الزمالك دايما بيجيد، اقول لك ايه، بيجيد عمل المقالب في جمهوره. فمهما كانوا بيعملوا ماتشات كويسه، فريق بيحقق بطولات طبعا كل فين وفين، لكن دايما لازم يصحي جماهيره على كابوس وارقام سلبيه تخصه. تلاقي مثلا بني عبيد اول مره يكسب فريق من الدوري الممتاز كان الزمالك في كاس مصر ويخرجه. تلاقي نادي مصر اف سي اول فوز ليه في تاريخه في الدوري الممتاز يكون على حساب الزمالك. مودرن سبورت ما يكسبش حد خالص والفوز الوحيد يكون على حساب الزمالك. مرورا بقى بولاية ديتشا، واخيرا فرقه من جنوب افريقيا اتاسست 2016 اول مره تشارك في الكونفدراليه. فالمقالب دي عود عليها الزمالك جمهوره، ولكن الماتش ده ليه حاله خاصه. خلينا نشوف زيزو وقرب انتقاله للاهلي. جماهير بنقعد طبعا كجماهير اهلي مبسوطه وبتاع، يجي الزملكاوي يقول لك يعني انت وانا زعلان من زيزو وبشتم زيزو انت مستغرب وبتقول حقه مش حقه. طب كان فين كلامك ده في موضوع رمضان صبحي واللعيبه اللي بتمشي بالاهلي وكنت بتقول عليهم خاين وما تمرش فيه؟ خليني اقول لك بس في البدايه، اي لاعب انت ربيته عندك او ما كانش ليه اسم واسمه بزغ عندك وبقى نجم عندك وسابك ويمشي، من حقك تزعل جدا جدا، متفق مع ده تماما. حقك تزعل منه، من حقك لو بتحبه ما تحبوش، من حقك حتى ما تتمنالوش التوفيق في اللي جاي. انا متفهم كل ده كجمهور، لكن سباب خد في اعراض بقى اب ام الكلام ده ممنوع للجميع. وهنا الكلام مش على جمهور زمالك، اهلي وزمالك، دي فكره. تمام. حته بقى مقارنته برمضان، فهنا المقارنه غير محلها تماما. انا قلت لك في الاول لك حق تغضب منه وما تحبهوش، ما عنديش مشكله في ده، لكن انت لاعب عندك، انت عارف ان هو مش هقول مش من ابنائك، لكن انه فعلا بقى ليه اسم عندك وعقده بيخلص. وانت عارف من سنه وكل الناس عارفه ان فرصه تجديد زيزو للزمالك نسبتها مش كتير. ما جددتلوش، جاله عروض بيع، سمعنا 5 مليون 6 مليون في عز ما انت عليك فلوس بقى الباتشيكو واشيمبونج وناس كتير، قضايا كتير عليك مهدد بسببها بايقاف قيد، بفرجاني ساسي بقى بغيره، مش هنقعد نتكلم بقى جروس ومساعدين جروس، القضايا الكتير دي. وكنت تقدر تجيب مكانه لعيبه كتير جدا في المراكز دي، ترجع واحد زي مصطفى فتحي ابنك وكان بيلعب عندك، تجيب اي جناح من الدوري، يعني عندك مبلغ بقى وتقدر تتصرف براحتك، تجيب محترف كويس، ما انت جاي داخل لك مبلغ كويس. لا عملت ده ولا عملت ده. خلاص. تيجي بقى تقارنهولي بلاعب اصلا مولود في التتش، رمضان صبحي، ما علينا، كبر، مشروع اسطوره، قال لك عايز امشي، مشي راح احترف، الاهلي ما وقفش في طريقه. بدأ يقعد على الدكة، ما بيلمسهاش خالص، تم استبعاده من كل المنتخبات. خلاص رمضان صبحي بقى اسم كنا نسمع عنه، لغاية اما الأهلي دفع فيه مبلغ ما دفعناهوش في شراء لاعب، وكان الأهلي واخده إعارة وجابه ورجع تاني شارك وكبر ولمع تاني، بقى كابتن منتخب أولمبي، أخد أحسن لاعب في دورة أفريقيا، ورجع تاني المنتخب. وبعد ما تألق الأهلي نجيبك من هادرسفيلد تاون، قال ماشي، فضل يتفاوض الأهلي، والأول مرة الكابتن محمود الخطيب يتعامل بالشكل ده بنفسه، وجاب رمضان صبحي البيت. وبعد الاتفاقات وصلنا لهنا وعرضنا مبلغ، راح بيراميدز عرض زيه أو أقل لهدرسفيلد، مش لرمضان، عشان بس الناس تقول لك كان عارض لهدرسفيلد، لا لا، الأهلي كان عرضه أكتر. وبعد ما اتفقنا وخلاص وكل الناس دخلت، لا سيبوني اسبوع اصل الاستخاره والمعلم ماضي وسايبك وبايعك وكل حاجه. فما فيش وجه للمقارنه بين ده وبين ده، عشان بس ايه، مع اني في الاول قلت لك ايه، اديتك حق انك تغضب من اللاعب. بس هنا السؤال، هل الاهلي فرغ الزمالك عشان الكلمه اللي متقاله؟ وليه، السؤال الاهم بقى، ليه يا اخي ربنا مديلك عينين، ربنا مديلك بدل العين اتنين وانت مصمم تبص بعين واحده؟ بمعنى انك لما تاخد مني لاعب او اتنين، مش مني بقى، انت ما عملتهاش غير مع عبد الله سعيد ورجعته تاني، لما تعرف تجيب لعيبه واحد واتنين وتجيب 10 وتحطهم في مؤتمر صحفي، شاطر، برافو عليك، بتقدر تجيب، بتقدر تدعم فرقتك. احمد سليمان ده اتصيد عشان 2014 راح جاب 10 ولا 11 لاعب، بقى احمد سليمان واللي عمل فرقه الكوره، واشاده اشاده اشاده. محدش قال فرغ انديه، محدش قال فرغ انبي ولا فرغ الاسماعيلي ولا بالعكس، انت شاطر.
خدت فرقه الطايره بنات بتاعه الاهلي كلها، اتسقف لك وقال لك برافو عليك. فليه لما يبقى حد غيري يعملها؟ انا وصلت لمرحله ان ناس لا بتشجع اهلي الزمالك يقول لك لا، اللي بيعمله الاهلي ده ما ينفعش الصراحه. ان هو ياخد لعيبه الزمالك ويفضي النادي كده. فضي النادي ايه؟ مين اللي الاهلي راح اخده من الزمالك؟ هو تقريبا زيزو عقده انتهى مع الزمالك فجه الاهلي. لا اشرف بن شرقي خدته من الزمالك، لا امام عاشور واخده من الزمالك. ففكره انك تقدر تبص بعين واحده، ولو كنت واخدهم من الزمالك ليه ما بتشيتش بيها وبتقول عليا شاطر؟ ليه هنا بصيت لي على اني لا انا بفضي؟ ليه؟ انت تعرف ان البدايه اصلا الاهلي على مر العصور، وعلى فكره ودي حقيقه واسالوا ناس كتير قوي، في ناس كتير كانت بتلعب في الزمالك لو الاهلي كان راح عرض عليها في نهايه عقودها كانت هتيجي. لكن كان في تحس ان هو ايه، بروتوكول كده بين الاهلي والزمالك ان ما نجيش جنب بعض، ان اللي لعب هنا خلاص يحرم على هنا، وماشيين عليه على مدار السنين، الى ان جه موضوع عبد الله السعيد. وهنا نشكر فيه مرتضى منصور اللي رفع عننا الحرج، اللي اطلق ايدينا. طول عمرنا في التزام ساعة موضوع عبد الله السعيد. وهنا يبان لك حاجة تانية، قيمة النادي. أنا قلت إن عبد الله السعيد في الوقت ده كان اسمه عبد الله السعيد اللي ملوش بديل، وكان في قمة مستواه. لمجرد معرفة النادي الأهلي إنه مضى، جه مدد عقده، اتعرض للبيع، ما شفناهوش تاني. سيبك بقى من إدارة النادي، تعال لموقف جمهور النادي، سواء بقى جمهور أعضاء جمعية عمومية. قلنا اجتمعنا دون أن نجتمع، وكل الناس كانت فرحانة برحيل عبد الله السعيد وعرضه للبيع، كما لو كأننا بنتعاقد مع أحسن لاعب في مصر ساعتها، مش بنعرضه للبيع. ده ليه؟ لأن مهما كانت نجوميتك، نادي، إدارة، أعضاء جمعية عمومية، جمهور، ما عندهمش حد أكبر من ده. ده هو الأساس. مفيش حد أكبر من اسم النادي. خلاص. ده الفرق بيني وبينك. لا عمري هتحايل على لاعب، اللي عايز يمشي مع ألف سلامة يمشي. بعد ما مشي عبد الله السعيد وكان معاه بقى رمضان صبحي بعدها واحمد فتحي، شوف الاسماء اللي مشيت عامله ازاي. ايه اللي حصل بعد الفتره دي؟ 5 دوري ابطال افريقيا اتلعبوا، ال5 دوري ابطال افريقيا الاهلي في النهائي. في وجود عبد الله، احمد فتحي، رمضان صبحي، من 2013 او من 2014 بقى تحديدا ل 2019 لغايه ماتش القاضيه احنا ما وصلناش نهائي افريقيا. مش عبد الله، مش احمد فتحي، خد يا عبد الله ما خدش ميداليه. حتى الكونفدراليه اللي خدها الزمالك ما كانش مشارك فيها، كان الله يحق له المشاركه. خد يا احمد فتحي ما خدش حاجه. الاهلي اخد 4 دوري ابطال افريقيا. مش هقول لك بقى برونزيه كاس عالم ولا دوري ولا كاس، ولا هجيب لك كده. ليه؟ لان ما حدش اكبر من ده. انا اللي بعملك انت نجم زي ما قالها سيد حفيظ، انت ما تعملنيش كنجم، انا هدي لك نجوميتك، لكن في النهايه انت مش اكبر من ده. السؤال بقى، هل الاهلي فرغ الزمالك؟ وده اللي الناس بتتكلم فيه. دلوقتي انت عندك لاعب واتنين اتربوا اشبال النادي الاهلي. عندك ناصر ماهر وعندك احمد حمدي، بالاضافه لعبد الله السعيد تاريخه كله عمله مع النادي الاهلي. رحت اتعاقدت مع الثلاثه. هل حد مننا فتح بقه ولا اتكلم؟ احمد حمدي تحديدا لاعب ناشئين النادي الاهلي، لعب في النادي الاهلي، صعد فريق اول، الراجل راح احترف، اسمه كويس، لاعب كويس، لاعب كوره محترم. الاهلي مش في حاجه ليه رغم ان هو لاعب كويس جدا، لكن موجود في مكانه عندك واحد واثنين ثلاثه. فالاهلي ايا كان السبب الاهلي ما احتاجوش، مخدود. راح الزمالك تعاقد معاه بعد ما كان بيلعب في الاهلي واحترف خارجيا، وهو من ابناء الاهلي. الفرق بينه وبين شرقي ان هو من ابناء النادي الاهلي، لكن بن شرقي مش من ابناء النادي الزمالك. جه احترف في الزمالك، مش راح احترف في انديه تانية. اتفقنا؟ جبت احمد حمدي لعب معاك، تالق معاك، جاب لك كونفدراليه. سمعت حد من النادي الاهلي سواء اداره ولا جمهور ولا اي حد بينتمي للنادي الاهلي طلع قال خدت لاعب بابننا هو اللي مش عارف ايه؟ حتى هاجم فرقته انه ليه تسيبوا لاعب زي ده؟ عادي جدا، لعيب كويس اعمل غيره. راح لك افادك، ما عنديش مشكله، ربنا يوفقه طالما هو محترم، لا بتاع كسف جبهات ولا بيخبط في النادي. كل جماهير النادي الاهلي بتحترمه، راجل كويس وبنتمنى له التوفيق، راجل محترم. ولولنا عملنا دوشه؟ لا. انت بن شرقي مش ممكن، في ناس جالها حاله نفسيه، في ناس بطلت اكل وبطلت نوم عشان بن شرقي جاي النادي الاهلي. ليه بقى هنا بقول كده؟ لان الفكره عندك والله ما عندكش اسم ناديك. انت الفكره بالنسبه لك يقع الاهلي مش مهم انا اقف، مش فارق معاك انت تروح فين، تطلع لغايه فين، فارق معاك الاهلي ينزل لغايه فين. فعندك ودليل كلام بن زيزو، مش عايز تجدد ما تجددش، بس والنبي ما تروح الاهلي. الفكره بالنسبه لك الاهلي، وده اللي هيخليك كده طول ما انت عمال تبص لي ما بتفكرش في نفسك. طول ما انت ما بتبصش ليا كتجربه ناجحه وتحاول تقلدها هتفضل كده. فهل انا فرغتك؟
انا بوريك بس الموقف بين الحاجتين. ايه اللي حصل؟ ادي 3 لعيبه لعبوا بتيشيرت النادي الاهلي، في 2 من ابناء النادي الاهلي انت خدتهم، ما فتحتش بق خالص. الناحيه التانيه بقى امام عاشور، راجل جاي بعته لنادي دنماركي، ما تاقلمش الراجل بره، الراجل اعترف ان انا جيت عندك في النادي لمده اسبوع بقول خلصوني. هل احنا اتضايقنا من الكلام ده؟ لا، الراجل اتكلم بمنتهى الصراحه، انا راجل زملكاوي، الزمالك عمل اسمي، الدنمارك خلاص مش قادر اكمل، رجعت مصر عايز العب في مصر، جيت قعدت، وقال الكلام ده في قلب قناه النادي الاهلي، قعدت اسبوع في الزمالك بقول خلصوني، قالوا لا معناش نخلصك، مع السلامه. الاهلي عرض عليه، مين يرفض؟ الاهلي وافق، شتيمه وسب وبتاع، عشان عمل ايه؟ هل انا كده فرغتك؟ انت لاعب بعته وقبضت فيه 3 مليون دولار، 3 ونص بقى وربع، مش ما اعرفش رقم تحديدا، قبضت فيه فلوس واستغنيت عنه، اللاعب معروض للبيع، رحت اخدته، انا فضيتك. اشرف بن شرقي لاعب تألق عندك، مشي راح احترف، عقده خلاص، الاهلي شاف ان هو في حاجه ليه بعد كام سنه، رغم ان الموضوع الراجل قال من فتره، وراح الاهلي اتعاقد معاه وجابه، انا فرغتك؟ احمد سيد زيزو مش عايز يجدد معاك، بدل ما تقعد تقول انا فرغتك، مفيش حد خدته من عندك، خلاص لاعب عقده انتهى بقى فري. اي حد، هو ايه موقف احمد سيد زيزو؟ الاهلي ما خدوش، هيروح اي نادي على فكره، لكن اسم النادي الاهلي اللي ممكن يكبر بوجود زيزو ده اللي يتعبك، اللي هيساعد الاهلي في تحقيق انجازات من وجهه نظرك، هينجح الاهلي، ده اللي يتعبك، مش عايز الاهلي ينجح. يروح احمد زيزو كسر الدنيا مع اي حد، روح بيراميدز ما عندوش مشكله، اهو اللي اخد مكانه على فكره ما عندوش مشكله، لكن ما تروحش الاهلي، هي دي الفكره. فانا لا فرغتك ولا حاجه، اللاعب كده كده سايبك وماشي. ما سالتش نفسك بقى ليه سابك ومشي؟ ما وقفتش مع نفسك وقفه تعالج اخطائك؟ ما قلتش ليه اللاعب اللي بيتعرض عليه الاهلي فوق الزمالك بيختار الاهلي؟ هي دي بقى مشكلتك تحديدا. ليه ما بصيتش للصوره وشفت ان في عندك فعلا عوامل تخلي اللاعب ينفر من عندك، والناحيه التانيه في عوامل تخلي اللاعب ينبهر وينجذب؟ ما فكرتش ليه ان اللاعب عندك يبص مستحقاته متاخره، معامله مع الاداره ما تفهمش هو بيتعامل مع مين، وقبلها رئيس نادي يطلع يجيب في سيرته، في سيره خطيبته، في سيره كذا، مفيش بطولات، مدخلات، مكافآت، مفيش، لان مفيش بطولات. الناحيه التانيه بقى كل ده عوامل تخليك تنفر، كل دي مركز في دوري بدات تنزل لغايه بقيت الثالث، دوري ابطال افريقيا البطوله اللي كل لاعب بيتمنى يشترك فيها عشان يحقق حلم اكبر ويروح كاس العالم للانديه، انت ما بقيتش تخشها. ما هي كل دي عوامل تخلي اللاعب لا. شوف بقى الناحيه التانيه، عوامل الجذب في الاداره، معامله قمه الاحترام، مؤسسه بتحترمك جدا، حقوقك في وقتها، بتاخد حقوقك كامله مكمله، بتتعامل احسن معامله. ناحيه تانيه اسمك جماهيريا اكبر، الزمالك نادي جمهوري بس ما نضحكش على بعض، عقود الرعايه تثبت. شوف اللاعب اللي بيروح النادي الاهلي، شوف مهما كانت نجوميه ده ولا نجوميه ده، شوف نجوميه اللاعب في الزمالك وهو النجم الاوحد بيجيله اعلانات قد ايه، في نفس الوقت لاعب تاني في النادي الاهلي اقل منه فنيا بمراحل هو اللي بيعمل اعلانات. ليه؟ عشان اسمك بيكبر، وجودك في النادي الاهلي بيكبرك، وده بيبان للعيبه، مستحقاتك زي ما قلنا في وقتها، غير ان دخلك بيزيد لان بطولاتك ما شاء الله، بدوري ابطال، بكاس عالم انديه، بدوريات، بطولات اكتر، اسمك بيلمع اكتر، تاريخك بيعمل، كل ده عوامل جذب. فما قدرتش انت تعالج ده، شفت نفسك اداريا عامل ازاي؟ عندك مجلس اداره، واحد تاني من بره النادي هو اللي متحكم في كل حاجه، هو اللي بيقول نشتري مين ونبيع مين وندي مين وما نجيبش مين. هل ده شكل اداري صح؟ يجي ناس تانية 3 4 يجمعوا نفسيهم مش فالحين غير في الكلام، والكلام اللي ملوش معنى وقذف الجبهات وكله فنجرة بق وما فيهاش اساس من الصحه على ارض الواقع، يعملوا حاجه اسمها لجنه انقاذ، تاخد قرارات هي براحتها، تمنع ده عن التدريب، تشيله من قائمه المباراه، وعندك مجلس اداره ما بيتكلمش. هل ده شكل اداري صح؟ هل ده ينجح نادي؟ فكرتش في كل ده، ما تشغلش دماغك انت بكل ده. لا، انت فاكر تشغل دماغك بس بالاهلي، فرغني ولا فرغ ولا حاجه، والاهلي بيجيب فلوسه منين؟ ايه اللي بيجيب فلوس؟ بص لازم افهمك، انت طول ما انت مش قادر تفهم يعني ايه استغلال القيمه السوقيه لاسمي، اسم النادي الاهلي يدخل ملايين مليارات، كمان الهوا اللي بيعدي من قدام النادي بيدفع فلوس. ما بتشوفش تهافت الشركات العالميه في رعايه النادي الاهلي؟ طب اقول لك بقالك 5 دوري ابطال افريقيا انت في النهائي، في اخر 8 في 7 انت في نص النهائي، سادس سوى نص نهائي على التوالي، 21 نصف نهائي على مدار تاريخه، كل دي مشاركات في كاس عالم الانديه، تحقيق بطولات، بطوله الانتر كونتيننتال والثلاث قارات، كل دي مدخلات بالاضافه للرعايه، بالاضافه لحاجات كتير جدا الاهلي بيقدر يستغل فيها اسمه، فروع عماله تتفتح، عضويات عماله تيجي، بيعرف يسوق. انت مش فاهم ده، دي مشكلتك انت مش مشكلتي، مش مطالب مني اقول اللي بجيب فلوسك منين، لكن السؤال هو انت فعلا معكش فلوس انت كمان؟
ازاي يعني؟ خلينا من تصريح ميدو الشيكات مفتوحه، عضو مجلس اداره قال لك احنا سددنا بتاع الفتره الاخيره دي مليار جنيه، الفلوس دي منين؟ انت بادئ الموسم وجايب مشلاك، عبد الله السعيد، احمد حمدي، ناصر ماهر، غير الطايره، غير السله، لعيبه محترفين بمدربين اجانب، كل ده معكش فلوس؟ انت في انتقالات يناير بس راح جايب بنتايج وصلاح مصدق، جبت احمد حسام، جبت الجفاري. شوف انا بقول لك في موسم واحد جايب كميه لعيبه قد ايه، غير في العاب الصالات التانيه. كل ده وبتتكلم انك معكش فلوس. انا هنا من حق اسالك، انت بتجيب فلوسك منين؟ انت مش عارف تبني فرع 6 اكتوبر اللي عمال تلم منه فلوس من الاعضاء، ما حطيتش فيه طوبه. فلوسك بتجيبها منين توديها فين؟ الكوارث اللي عندك الاداريه دي انت مش قادر تحلها، حاططني انا في دماغك ليه؟ الزمالك خسر من خرج من الكونفدراليه امبارح، ايه السبب؟ فكرت تدرس ايه اسباب ده؟ واللي محدش يتكلم فيها خالص، سيبك بقى، مش في ناس تقول لك ايه الشتيمه اللي حصلت حاجه قله ادب من اي حد يعملها، شتيمه في زيزو وفي ابوه وفي ممدوح عباس وفي الونش وفي الخطيب، طول الماتش جاي تشتم بس وبافظع الالفاظ. انا سمعت فيديو حاجه مش ممكن يعني على قله الادب. ايه اللي حصل بقى انت؟ كل الناس اتكلمت ان ده ذنب الناس اللي اتشتمت، وفي نقطه تانية ما حدش خد باله منها. انا كلاعب معايا لاعب زميلي معايا في الفرقه، وخلي بالك اللعيبه ما فيش بقى الكلام اللي بين الجماهير ده، اللعيبه كلهم اصحاب وحبايب واخوات، مش بقول لك في نادي واحد، ده في النادي ده وفي النادي ده بتلاقيهم اصحاب. ما بالك لاعب بقى كان بيلعب في وسط الفرقه دي، هو نجمهم زميلهم حبيبهم، يصحوا الصبح على فيديو محطوط على السوشيال ميديا بعمال النادي بتشيل صورته من النادي وتحطها على الارض ويتداس عليها، واداره النادي تسمح بنشر فيديو على السوشيال ميديا صوره صاحبهم بيتداس عليها بالارض لمجرد ان عقده انتهى ومش هيجدد. لمجرد ان عقده انتهى ومش هيجدد، شتيمه بالام والاب بالاب والام طول المباراه. انا كلاعب افكر في ايه؟ في نادي الزمالك بلعب حاليا وماتش امبارح، ايه اللي دار في دماغي؟ حاجه واحده، يعني انا يوم ما اسيبكم ممكن يحصل فيا كده؟ يعني انت لما تقعد تشكر فيا وتعمل ممكن تحصل فيا كده؟ هل ده جو نفسي عام يخلي اللاعب يطلع اللي عنده؟ فشفت الزمالك في مباراه اسوأ مباراه لعبها الموسم ده، ما ضيعش فرصه. كل ده ليه؟ الشتيمه دي ليه؟ لمجرد اللاعب عقده انتهى وقال لك مش هلعب عندك. تعال بص المقابل، اكرم توفيق قالها، جماهير شتمت وقلنا غلط وعيب. محمد رمضان طلع قال ايه؟ قال لك من حق اللاعب، زي ما انا من حقي اقول له انا مش محتاجك الفتره دي، هو كمان من حقه يقول انا مش هجدد معاك. اكرم توفيق اهو بيلعب راجل اساسي ومحدش جاب سيرته، شغال معانا. احمد، الناس اللي بتقول لك ايه ما كان لازم زيزو، ما ينفعش. انا سمعت في مع ابراهيم فايق طارق السيد، ما ينفعش الموقف لاعب ماشي من عندك ورايح الاهلي انك تجمدها بالموقف صعب، هتقدر تتعامل مع الموقف ده ازاي؟ لا احنا اتعاملنا مع اللي اصعب منه. احمد فتحي قال لك مش هجدد معاك ومش رايح الزمالك بقى، رايح بيراميدز. واي اهلاوي يعرف ان وجوده في بيراميدز اصعب علينا من كان انتقاله للزمالك، لان بيراميدز نادي اتاسس اساسا عشان يهدني، عشان يرازيني. فلما احمد فتحي يبلغ ان انا مش هكمل عشان رايح بيراميدز، دي اصعب من هو يقول رايح الزمالك. ايه اللي حصل؟ احمد فتحي تم التعامل معاه بمنتهى الاحترافيه لغايه اخر يوم بيلعب، مشي اتعمل له حفله سقفوا له ممر مع السلامه مشي، وخدنا منه حقنا كوره لغايه اخر دقيقه في الوقت. هنا التعامل وهنا التعامل. بس انت مش هتعرف تعمل كده ليه؟ لان البيئه اللي عندك مش مهيئه للتعامل الاحترافي ده، مهيئه بس للشتيمه، مهيئه العامل يحط صورته رجله على صوره لاعب ادى للنادي، سيبك بقى انت زعلان منه غضبان منه كل حاجه، لكن يتداس عليه بالجزم. قول لي ده جو عام يخلي اللي عندك يقدر يطلع اللي عنده؟ لا، ادي النتيجه الطبيعيه، انك تخرج من الكونفدراليه. في النهايه الاهلي لا بيفرق حد، الاهلي حد في دماغه، الاهلي ما بياخدش حد عشان يضايق حد، الاهلي بيدعم نفسه ومن حقه، من حقه. طالما انا ما بسعاش، انت لاعب ماشي من عندك خلاص، لاعب تاني راح لك قال لك خلصني، انت رفضت وقلت له شوف حالك، خلاص الاهلي من حقه يتدخل. لا جيت من وراك اخدت اللاعب دخلته فيلا اتصور وبصوره، بس بصوره، اول ما الاهلي كرة التركي الشيخ اداله فلوس راح جدد تعاقده مع الاهلي. بدل ما تكرهه وتقول اللاعب ده يعني ما يخشش النادي تاني، لا فضلت مكبره، وبعد كام سنه رحت جبته تاني بعد ما وصل 39 و 38 سنه، بعد ما باعك اما اتعرض عليه قرشين زياده في صوره دفعت عليها 40 مليون، فضل سنه مع الراجل. الفرق كبير جدا جدا، وصعب هتوصل للنادي الاهلي طول ما انت بتفكر توقع النادي الاهلي. عاش الاهلي دايما عالي ومحدش يقدر باذن الله يوقعه.